بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفة جامدة جدا، حاجة كده حلوة وسهلة وسريعة، تحلية كده بسيطة ندفي بيها بعضنا بالشتاء. طبعا الشتاء بقى ساقع جدا اليومين دول، فاحنا لازم نكون كمان مستعدين ونحضر كده حاجة سهلة كده لأولادنا تدفيهم في الشتاء. طبعا دي صينية بطاطا، بس بقى مش أي بطاطا، عايزة أقولك إن البطاطا دي مفيدة جدا وكلها مكونات فيها فايدة جامدة جدا للأطفال. ولو عيالك ما بيحبوش البطاطا، جربي لهم بس البطاطا بالطريقة دي، هم بصوا هيدمنوها كده وهيعشقوها. بصوا شكلها عامل ازاي، اللهم بارك. انا بس بشوقكم كده قبل ما نخش على الفيديو، وعايزه اقولك مقاديرها موجوده عندنا في كل بيت، طريقه كده سهله جدا للبطاطا ومش معتاده. يلا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونخش بسرعه على المقادير. اول حاجه هنا معايا 3 كيلو من البطاطا، انا جبتهم وسلقتهم وهرستهم كده بالهراسه او بشوكه عندك او باي حاجه. لازم طبعا بتقشريها وبتسلقيها بقشرها وبعد كده بتقشريها. تمام. هنجيب بقى بوله معانا هنا نحط فيها كوبايتين من السكر زي ما انتم شايفين. طبعا السكر هنا حسب اختيارك انتي، طبعا بيكون حسب اختيارك انتي، حابه انك تقللي او تكتري، بس دي كميه 3 كيلو هيبقى عليها حلوه قوي. كوبايتين من السكر برضو دي حاجه ترجع لك. هنحط هنا معانا كوبايه كمان ونص من الحليب، طبعا عشان برضو دي كوبايه، يعني المقادير دي كلها يا جماعه لمقادير يعني 3 كيلو. تمام. هنحط كده كوبايه ونص، طبعا الحليب هنا ساقع او بدرجه حراره الغرفه مش هتفرق، بس طبعا اكيد مش سخن يعني. تمام. هنزود عليهم كمان يعني فيما يعادل نص كده كوبايه من السمنه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اي سمنه عندك بقى انت حباها، بلدي او نباتي، دي حاجه بترجع لك انت. وفي حاجه هنا كمان المفروض بنحطها، بنحط معاها فانيليا، بس الصراحه انا ما كانش عندي فعادي يعني، انا كملت المقادير زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا ادوبهم كده كويس قوي، طبعا بصوا بالهاند بلندر او بخلاط او بمضرب يدوي كده زي ما انتم شايفين. انا صراحه كسلت اجيب الخلاط، فقلت اعملها كده ايه بالمضرب اليدوي، وادتني نفس النتيجه اللي انا عايزاها. دوبتهم كويس قوي زي ما انت شايفه كده. طبعا لازم تجانسي المكونات كلها في بعضيها علشان السكر يبقى ايه متوزع في كل الكميه اللي معانا دي. وبس كده. هنرجع بقى تاني بقى لصينيه البطاطا زي ما انتم شايفين كده، نهرساها وبنعملها كويس جدا، دي اهم خطوه ان هي تبقى مهروسه كويس. هنزل بقى عليهم بالخليط اللي احنا عملناه دون، السكر مع الحليب مع السمنه والفانيليا زي ما انا قلت لك، بس انا ما كانش عندي يعني، فعادي يعني. بس الفانيليا بتديها طعم حلو برضه. وفي حاجه هنا كمان ممكن تزوديها، لو انت عندك جوز الهند ممكن تقدري انك تضيفيها، بتبقى برضه جميله جدا بطعم جوز الهند. بس برضه انا ما كانش عندي، فانا يعني ايه اتصرفت باللي كان موجود. تمام. انا عايز اقولك احنا البطاطا احنا ما بنجيبها ما بنعملهاش غير بالطريقه دي، بتبقى جميله جدا وطعمها بتبقى تحفه وقويه جدا ومغذيه وبجد بتشبع، يعني بجد حاجه كده سهله جدا وجميله. هبدا ان انا اسوي الصينيه كده، طبعا ده مش لازم الشكل يبقى من فوق كده متساوي الى حد ما، لان انا هغطيها بكفر دلوقتي زي ما انتم شايفين. احنا بس بنسويها كده عشوائي، بس ان احنا نخليها الصينيه متساويه. تمام. هبدا بقى كده، انا كان عندي فينو بايت، هو المفروض انك بتحط لها بقسماط، بس انا كان عندي فينو بايت في مكان الاولاد والمدارس يعني وكده، فانا نشفته في الفرن كده. طبعا ديت اسهل طريقه ان انت يعني توفري بيها العيش الفينو اللي بيبقى بايت، بتحوليه لبقسماط مطحون او فيجيتار، ممكن كمان تحوليه لفيجيتار. هنبقى ننزل فيديو تاني عن طريقه عمل الفيجيتار في البيت. انا كده طحنته زي ما انتم شايفين، نعمتها على قد ما قدرت في الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، شكلها بقى حلو قوي. طبعا انا كده استفدت بالفينو اللي كان المفروض ان هو هيترمي، احنا استفدنا بيه كده وحولناه لبقسماط. هحط بقى كده كفر على الوش زي ما انتم شايفين كده، بس تديها طعم حلو قوي من فوق. وبنكون كده احنا مشغلين الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره. هي كده كده البطاطا مستويه، بس هي بتاخد بس وش من فوق وخلاص. يعني مثلا ممكن نحطها في الفرن مثلا فيما يعادل مثلا نص ساعه او تلت ساعه حسب الفرن بتاعك مثلا وقوته. ده بيكون شكلها النهائي بعد ما طلعتها من الفرن. شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. هنقطعها بقى دلوقتي وهنشوفها عامله ازاي من جوه. طعمها بقى يا جماعه بجد حاجه جميله جدا للاولاد، طبعا مفيده ومغذيه، البطاطا كلها يعني فوائد جميله جدا. وطبعا بتدفي في الشتاء كده زي ما احنا شايفين. هنقطعها بقى زي ما انت عايزاه، مثلا اي شكل انت عايزاه. هنبدا بقى ان احنا نقدمه في طبق التقديم زي ما انتم شايفين كده. بصوا بتطلع الخرطه بحالها، طبعا دي كانت سخنه، يعني بتبقى جميله قوي وهي سخنه، وكمان لما بتقعد بتبقى حلوه جدا. وصفة كده سهلة وبسيطة، تحلية كده سريعة كده على آخر الليل، بتبقى جميلة جدا. وزي ما انت شفتي كده مكوناتها عندنا موجودة في كل بيت، ولو كمان مش موجودة عندك بتقدري ان انت تعملي البديل. يعني انا كان في حاجات كتير قوي مش موجودة، بس انا اتصرفت يعني وطلعتها بتبقى حلوة قوي. وانا اديتك برضو افكار كتيرة ان انت يمكن لو انت عايزة ايه تزودي تست الطعم.
وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدوسوا كده على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات على الكل. ولو انت بتتابعيني على الصفحه بتاعتي على الفيس، ما تنسوش بقى كده لايك وشير في كل مكان. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.